احمد ربنا انك انت عندك عمر مرموش. هو ده اللي ممكن يتقال للكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن فلت بأعجوبة من فضيحة كروية. الكابتن حسام حسن كان ممكن يتعادل 1-1 مع فريق زيمبابوي اللي هو فريق مستواه على قده جدا وممكن يطلع الأخير في البطولة. الكابتن حسام حسن كاد أن يقع في المحظور لولا الصدفة والحظ والنصيب والمحمد صلاح والكرة اللي جت في الدقيقة الأخيرة وهكذا. كل دي سلسلة متواليات أدت إلى أن العملية اتسطرت. يعني العنوان العريض لماتش مصر وزيمبابوي اللي انتهى فوز مصر 2-1 هو الحمد لله العملية اتسطرت. يعني المفروض حسام كل ما يقابل حد يقول له الحمد لله العملية اتسطرت، الحمد لله ان احنا عندنا عمر مرموش. لان لو ما كانش عندك عمر مرموش الدنيا كانت باظت. لان الجول الاولاني ده جاي بمهارة تامة من عمر مرموش. عمر مرموش كان احسن لعيب في الماتش طبعا. يعني عمر مرموش خد جايزة احسن لعيب في الماتش، لكن هو فعلا كان احسن لعيب في الماتش. الجول الاولاني جاي بمهارة فردية. الاثنين لعيبه اللي عندك في الدوري الانجليزي هم اللي انقذوك. مهارات فردية. التحرك بتاع محمد صلاح في الجول الثاني اللي هو سبق خطوة المدافع وغفله ولف وشاط، مهارة استثنائية مش عند اي حد. فانت اللي نفعك هو المهارات الاستثنائية. مهارة استثنائية عند عمر ومهارة استثنائية عند صلاح. لو ما كانش المهارتين دول موجودين كنت هتتغلب 1-0. دي واحدة. 2، رأي الجمهور ان لو امام عاشور خارج لأي سبب غير الإصابة يبقى حسام حسن أبيض. ده رأي مين؟ ده رأي الجمهور. الجمهور كله بيقول كده. يقول لو حسام مخرجه كده عشان يبدل وينزل مصطفى محمد بدون سبب واضح، بدون سبب قهري، بدون إصابة، يبقى حسام حسن أبيض. أنا شايف وجهة نظري إنه الماتش حسام حسن ابتدى بداية غلط. ليه؟ لانك انت لازم تلعب بسنتر فيرود. لازم يكون عندك CF. لازم. لو ما عندكش سنتر فيرود مش هتعرف تكسب. لان انت مش المنتخب اللي تقدر تلعب بمهاجم وهمي او تقدر تلعب من غير فراودة. لازم يكون عندك سنتر فيرود. ولازم السنتر فيرود اللي عندك ده يكون لازق في العمق، لا بيتطرف ولا بيخرج بره منطقة الجزاء كتير ولا بيضغط ولا بيعمل اي حاجة خالص. هو راكن في العمق بتاع مين؟ بتاع المنافس. محدش يقدر يأدي لك الدور ده غير مصطفى محمد. ده معناه ايه؟ ده معناه انك انت لازم تلاعب مصطفى محمد اساسي طول ماتشات البطولة سواء حلو او وحش. يعني ده اللعيب الاساسي اللي عندك، وبعدين بعد كده تختار بقى بقيه اللعيبه تشوف بقى هتلاعب مين. وطبعا انت عندك 2 كمان اساسيين اللي هم صلاح ومرموش، وبدل بقى براحتك. وتقدر تدخل معاهم تريزيجيه كمان على اساس ان هو اساسي بس بيتغير، ويبقى البديل بتاعه مثلا احمد سيد زيزو، ويبقى تغييره معروفه ودائمه وموضوع خلص. ونسال الله التسهيل. لكن حسام حسن في المباراة دي حظ عالي جدا، توفيق كبير. تغييرات حسام حسن في الماتش كانت معقولة. يعني تغيير زيزو برغم ان زيزو ده عجوان ما اداش. يعني زيزو اكتر لعيب اهدارا للفرص في مباراة مصر وزيمبابوي، صدق او لا تصدق. هذا اللاعب البديل اللي لعب تلت ساعة هو اكتر لعيب ضيع فرص. الكرة بتلف من على وش رجله، بتتلعب له كرة اوفر من محمد حمدي، بيدخل ينطحها يحطها بره من مسافة قريبة جدا، وهكذا. حاجات زيزو اللي احنا كلنا عارفينها يعني. لدرجة ان المعلق كان بيقول انه يعني يبدو ان زيزو من الناس اللي هي متأثرة بان هي ما لعبتش اساسي. هو بيقول ان زيزو من النوعية دي. معلق المباراة اللي هو طول الوقت كان مصمم
على ان منتخب زيمبابوي هو منتخب المحاربين، وعمال يشكر فيهم انهم محاربين وواريورز ومش عارف ايه. مش عارف ليه ايه اللي كان عاجبه في ده، في ان هم اسمهم المحاربون يعني. ما احنا ممكن احنا كمان يبقى اسمنا تماسيح النيل عادي، ما يعني ايه اللي في كده؟ ما اعرفش ايه الملفت للنظر في كده. لكن ما علينا، انا حسيت اصلا ان الماتش ده وكانه هو بيتلعب في هراري من كتر الجمهور اللي كان موجود، اللي كان بيساند زيمبابوي. يعني لو الماتش ده بيتلعب في جنوب افريقيا ما كانش بقى كده. ولفت نظري جدا الموضوع ده، كانوا بيشاوروا للجمهور وحاجات زي كده. لفت نظري كمان ان منتخب زيمبابوي في مجموعه من اللعيبه اللي بتلعب في انديه كويسه، في انديه كويسه في اوروبا، يعني فرقه كويسه. لفت نظري مدرب زيمبابوي عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، وعرف يلعب الماتش كويس، وعنده تكتيك كويس وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. لكن انت بقى هتعمل ايه في الماتشات اللي جايه الله اعلم. المفروض انك انت عندك ماتش اصعب من ده مع انجولا، وماتش اصعب منه بكتير مع جنوب افريقيا، وبعد كده هتخش بقى في المعجنه بتاعت دور الثمانيه والادوار الاقصائيه. فلو انت دخلت بالمستوى ده الدنيا هتبوظ. انت عندك مشاكل كتير جدا في الدفاع لازم تتحل. الاتنين اللي بيلعبوا ورا مش متفاهمين مع بعض. حسام عبد المجيد جديد على المركز، مش عارف يلفق مع زميله، مش عارف يلفق مع ياسر. حسام عبد المجيد، ثنائيه حسام عبد المجيد وياسر دي مش راكبه، مش راكبين مع بعض. انت كنت عايز في البطوله دي واحد من نوعيه مثلا محمد عبد المنعم، واحد من نوعيه عمر فايد، من النوعيات دي. انما ياسر وعمرو رامي ربيعه طبعا، يعني انت الثلاثي اللي عندك هيسبب لك مشاكل. يبقى انت كده هيبقى عندك مشاكل دفاعيه طول الوقت، بالاضافه لمحمد هاني، وعندك محمد حمدي، فخلاص الموضوع خلص. في سؤال برضه، احمد فتوح ما لعبش من اول ماتش ليه؟ مش عارف، مش قادر افهم السبب. مع ان محمد حمدي كان كويس صراحه، يعني كان لعيب كويس، وكان من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده. شويه اللي لعبهم ابراهيم عادل كانوا كويسين، شويه اللي لعبهم زيزو كانوا كويسين، ولكن محتاجين اعاده رؤيه المنتخب ده وايه اللي ممكن يطلع منه، واعاده بناء التشكيله مره اخرى، وتحديد دور امام عاشور، وتحديد اللعيبه الاساسيين عشان تبقى انت مستقر، تبقى انت عارف هتلعب ازاي، تبقى انت عارف مصطفى محمد ده اساسي ولا مش اساسي، تبقى انت عارف تريزيجيه هيبدا ولا زيزو، تبقى انت يعني تبقى الدنيا واضحه اكتر من كده. شكرا.